السلام عليكم. عليكم السلام. اسطى ياسين، عن- شلون صحتك؟ الله يسلمك. الله يخليك. الله يخليك. برايك انت كاسطى نعم. سمكره سيارات، شنو اللي يدفع الناس انه يدخلون دورات PDR؟ ليش لازم السمكري نعم. يطور نفسه بهذا الاتجاه، وليش لازم يدخل هذه الدورات؟ نعم. بالنسبة للمراحل اللي مرت بالتصليح، شو أقول لك أنا، من السبعينات أو الستينات قبل يعني كانوا يصلحون السيارات، يعني أهل خبرة مو هسه يعني من نعم. هسه جديدة. نعم. فالمراحل اللي مرت عليها التصليح قبل شوفرليت والمرسيدسات والهاي القديمة، مرت عليها هواية مراحل تصليح. فاكو ناس يصلحون مثلا خياس، مثلا سيارات مدعومه مفلشه مضروبه يعيدوها. احنا عندنا يعني اسطوات يعني قدماء يعني شغلتهم مضبوطه من ذاك الوقت. نعم. فمرت عليهم مراحل الحياه، تصليح سيارات مثلا بدنا نسبها الخياس او سياره متضرره ضربه قويه. نعم. وهسه اذا العالم تطورت، قامت تريد مثلا سياره على البارد، بالبارد شرمالو سندان وهذا قاموا يصلحون، همنا كفؤين بهذه المرحله. أكيد. فهسه صارت تطور بعد اكثر بالنسبه إذن بسبب تطور السيارات وتطور المعادن نعم. ودخول الفافون اضافه الى الحديد، اي سيارات حديثه صارت كلها حاجه ملحه انه انت تدخل تقنيه ويا السمكه تقنيه اللي هي البي دي ار. اجهزه متطوره حديثه. نعم. وطلع لك فالشغل حلو وانتاج حلو بالنسبه لهاي المرحله. وابو عمر ان شاء الله من فضل الله يعني فاتح دورات وخرج شو اسمه، الله يحفظك. الله يسلمك، خرج دورات زينه. نريد نوضح للناس باعتبارك انت، يعني ابغى استغلك لان انت سمكري. نعم. انه البي دي ار يغنيك نعم. عن هوايه امور بالسمكره اللي هي على البارد. اي نعم. يعني انت ممكن تعدل الحديد بدون ما تفتح البطانه، بدون ما تزرف، بدون الى اخره من هاي الامور. بدون ما تقص تشوه سيارة. هنا هاي التقنيه راح تفيد الناس اللي ما تحب سياراتها تتضرر بالسمكره، يبقى نفس الوضع، اي نعم. تبقى البطانه مفتوحه. احنا تعرف بالعراق عندنا هاي الامور مهمه، مهمه. نعم. نعم. خصوصا بالسيارات الغاليه، بالسيارات الفارهه اللي ثمنها عالي. نعم. اهم شيء ما تشوه السياره يعني بالنسبه بالعمل مالتك. تمام. اي نعم. احنا ممنونين لك الله وبارك يسلمك. الله الله بك، يسلمك حبيبي. نشكرك على هاي المعلومات الله الحلوه. يحفظك. تسلم.